ليكيب السلام عليكم. جيتكم اليوم بوصفة القلب اللوز اللي هي وصفة ناجحة ومضمونة وراح تنجح لكم من المرة الأولى. يجي مكرمل ويجي ما شاء الله. اللي انا نروحو لطريقة التحضير، نبداو بالشربات. في الشربات نحتاجو 2 كيسان سكر، نزيدو لهم 4 كيلات من الماء، ونزيدو لهم طرنج قارص، نحطوهم على النار حتى يهزو الغلية، ونحسبو 10 دقائق، ونزيدو لهم فنجان المزهر، ونزيدو لهم عطر المزهر لاروم تلقيو عند سوبيريت. ولهنا نروحو للقلب اللوز تاعنا، نجيبو هنايا 4 كيلات الشيشة يكون خشين، دقيق خشين، نزيدو له مغرفة صغيرة ملح ونخلطو بيان. ومن بعد نروحو الإطابة الثانية اللي هي نجيبو 2 كيلات سكر، نزيدو لها كيلة زيت، ونزيدو لها كيلة مزهر، ونزيدو لها عطر المزهر، ونجيبو هنايا البراميكسور ونخلطوهم مليح 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 حتى يولي الخليط ابيض. هنا نكبوهم الدشيشه تاعنا ونخلطوهم بيان برك بالمغرفه، برك ما نعجنوهمش، نخلطو برك. وهنا نجيبو سنيوه بعد ما كنا دهناها بالسمن من لي كوتي وفي النص ثاني، ونابليكيو قلب اللوز تاعنا واللي يسيوه بيان بيدينا، ما نضغطوش عليه بزاف. وهذه هي، ونقسموه نحدو الاطراف، ونروحو هنايا نجيبو السمن تاعنا وندهنو القلب اللوز تاعنا كيما راكم تشوفوا، ندهنوه فيني من كامل لي كوتي. ونروحو هنايا نزينوه باللوز. انايا هنايا زينت باللوز فوالا. وهلا نجي ندخلو على الفرن من تحت على اعلى درجه، وبعد كي يطيب من تحت ندهنو من الفوق بالسمن فيني، ونطلعو الفوق يطيب. من بعد كي يطيب هو سخون نكبو عليه الشربات وهي بارده، ونخليوه يبات ليله كامله. من بعد ما بات ليله كامله نجيو هنايا نقسمو. شوفوا كيفاه جا، بسم الله ما شاء الله. نتمنى يا ربي تجربوه وتشاركوني بتطبيقاتكم، وانتظروني في وصفات قادمه نقول لكم شهيه طيبه. وهذه هي.